ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وثاني لقاءاتنا وفكرة أخرى ومن قلب عروس الصعيد، عروس النيل، المنيا. لما أقول المنيا يبقى محافظة يعني ثرية جدا بآثارنا المصرية، وزي ما أنا أشرت منذ قليل ونوهت يعني قبل الفاصل إنها جزء عميق وأصيل من تاريخنا ومن حضارتنا المصرية القديمة. خلينا نقرب سويا سريعا لعروس النيل ونروح مع بعض في جولة سياحية أثرية ونستمتع بالحديث مع ضيفي اللي مشرفنا النهاردة، مع الدكتور حسام عبد الفتاح، مفتش الآثار المصرية وعضو المجلس الدولي للمتاحف. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. دايما منورنا، نورت مصر. ربنا يخليك يا فندم. طيب المنيا أقول هنا بقى أهميتها كمحافظة ثرية بالآثار، وليه المنيا هنا تحديدا؟ أنا عارفة أن هي كانت مركزا للديانة المصرية القديمة في بعض الفترات. بالظبط. المنيا طبعا بتقع في مصر الوسطى. المنيا هي عروس الصعيد وأجمل مكان في مصر من وجهة نظري، رغم أن يعني أنا محافظة الدهلية في منصورة، بس أنا بعشق المنيا، وأنا زرت المنيا أيام ما كنت طالب في كلية الآثار. المنيا من المحافظات الجميله جدا الثريه بالاثار، وانا بحب احلل كل حاجه حتى الاسماء نفسها زي ما حضرتك عارفه. المنيا مشتقه من مني يعني الميناء. فالمنيا لوقوعها على نهر النيل فكانت احد المواني في العصور المصريه القديمه. كمان المنيا مشتقه ربما من كلمه منعه خوفو اي مرضعه خوفو، وعصرت بعثه كليه الاثار جامعه القاهره على جذع تمثال مدون عليه لقب من ألقاب الملك خوفو. فإذا ربما يكون الملك خوفو اللي بنى أكبر هرم في مصر أساسه من المنيا. كمان المنيا بتحتوي على الإقليم 15 و16 و17 و18 و19، يعني بتضم 5 أقاليم، يعني 5 محافظات أيام المصريين القدماء. المنيا هي مهد الديانات السماوية وغير السماوية. المنيا هي أصل كل الحضارات. على سبيل المثال لو رجعنا للحضارة المصرية القديمة فبنجد المنيا بيبدأ معها التاريخ منذ عصور ما قبل التاريخ وبداية الأسرات والأسرة الثالثة. يعني مثلا لقينا هرم في زاوية الميتين أو زاوية سلطان شرق النيل في محافظة المنيا. الهرم ده بيترجع أصوله للأسرة الثالثة، يعني أقدم كمان من هرم الملك خوفو. نعم. كمان المنيا احتضنت منطقة بني حسن في مركز أبو قرقاص، وفيها طبعا أقدم مناظر للمصارعة. هي جبانه فيها مقابر بقى منحوته نتكلم عنها طبعا بالتفصيل، بس انا بدي لاحقا مختصر عن المنيا. المنيا هي المكان اللي احتضن الدعوه الاتونيه لعباده اله واحد احد والاله اتون مع دعوه اخناتون. المنيا هي اللي عثر فيها على تمثال راس الجميله العظيمه نفرتيتي. المنيا هي المكان اللي بيشتمل على دير العذراء في جبل الطير في محافظه المنيا. المنيا هي المكان اللي عبرت فيه رحلة العائلة المقدسة. المنيا كتير. المنيا هي المكان اللي اتدفن فيه شهداء الفتح العربي الإسلامي مع عمرو بن العاص، سيدنا عمرو بن العاص. المنيا يعني فيها طبعا زي ما قلت مناظر المصارعة، فيها جبانات، فيها كمان مقبرة بتوزيرس، فيها جثمان إيزادورا اللي كانت بتحب واحد حب جنون، ووالدها قال لها لا أنت مش هتتجوزيه، فعبرت النيل عشان تروح تقابل حبيبها فغرقت، فتعمل لها مقبره عظيمه خالده ذكراها في العصور الرومانيه. المنيا فيها امتزاج الحضاره المصريه القديمه التي يطلق عليها خطا الفرعونيه، بس عشان المشاهدين يفهموا، لا هي المصريه القديمه الرومانيه والحضاره البيزنطيه والحضاره الاسلاميه والحضاره القبطيه، مختلف العصور. المنيا حتى كمناخ، كنا بنتناقش في مناخ او كطقس. المنيا تحسيها كذا تحسها صيف وتحسها شتاء، فيها رمله، فيها صحراء، فيها نهر النيل، فيها طبيعة جغرافية ساحرة بكل المقاييس، فيها متحفين من أكبر المتاحف في مصر، فيها الإسلام والمسيحية عايشين طبقة واحدة، حبايب طبعا زي كل مصر. فيها الاحتفالات بالموالد المسيحية والموالد الإسلامية بيشارك فيها كل فصائل المجتمع المصري. المنيا فعلا هي قلب الصعيد، والمنيا هي من أكثر المحافظات في مصر ثراء بالآثار بعد محافظتي الأقصر والشرقية. فالمنيا قصة عظيمة كبيرة جدا. يعني لما بنقول فعلا ملتقى الحضارات. طيب هنتكلم بقى تحديدا بشيء من التفصيل زي ما انت حضرتك اشرت، وحالا قلت لا خلينا لاحقا هنتكلم على بني حسن في مركز قرقاص اللي هي جبانه بالظبط. يعني هي جبانه ضمت مقابر منحوته في الصخور، وانا شايفاها
ما شاء الله كلها قد ايه ابدعوا في كل الوان الفن، مجتمع بالظبط. في هذه البؤره المصريه القديمه. نقول عنها ايه؟ هنقول عنها كلام كتير عظيم. ان شاء الله كل المصريين يعرفوا تاريخهم من خلال الحلقه دي باذن الله. بني حسن هي جبانه الاقليم رقم 16. جبانه يعني مجمع للمقابر. ايام المصريين القدماء في عصر الدوله الوسطى. اشهر 3 مقابر فيها مقبره اميني او امنمحات اميني في الدوله الوسطى اسوه 12، ومقبره باقت، ومقبره خنوم حتب الثاني. فيها مناظر مش موجوده في اي مقبره في مصر ولا العالم كله. يعني على سبيل المثال عندنا منظر ل 250 شخص بيتصارعوا حركات المصارعه الرومانيه، اللي الرومان بيقولوا ان اللي هم اللي اخترعوا المصارعه. ما حصلش، المصريين القدماء قبلكم ب 4000 سنه. مناظر الحج راكبين المراكب ورايحين يحجوا للاله الاعظم الاله اوزير في منطقه ابيدوس. مناظر الجنازه، مناظر لمجموعه من الفتيات اللي بيقولوا ان الحضاره المصريه القديمه كانت حضاره متنمره وكانت بتجهل دور المراه. طبعا الكلام ده كله كذب. فتيات بيلعبوا كوره، بنات بيتسلوا بيلعبوا كوره وبيعملوا اعمال بهلوانيه والعاب بهلوانيه. المنيا فيها العديد من المقابر. في كمان منظر مهم جدا لواحد راجل زعيم قبيله اسمه ابشه، مكتوب جنبيه بالهيروغليفي حقاقه ست، يعني حاكم الصحراء او لقب اجنبي، عنده لحيه اجنبيه، لابس باروكه شعر اجنبيه، بيرتدي ملابس مزركشه، معاه 37 من عيلته جايين باولادهم اغنامهم معازهم، لامين كل حاجتهم اشيائهم وجايين لمصر بيقدموا قربان لخنوم حتب الثاني. وهنا اليهود قالوا ان دول اخوات يوسف عليه السلام. انت عارف حضرتك ان اليهود عايزين يشوهوا كل ما هو مصري قديم ومعاصر. فقالوا ان ده هو منظر دخول اخوه يوسف او اليهود ايه مصر. طبعا ده بعيد كل البعد عن كده. امال ده ايه؟ دول كانوا جايين مصر عشان يقدموا القرابين لحاكم الاقليم، وده بيدل على ان مصر وقتها بلغت درجه عاليه من السمو والتقدم والسيطره داخليا وخارجيا. ف يعني بني حسن قصه كبيره جدا. وطبعا زي ما قلت لحضرتك كمان في عندنا المقبره بتاعه باقت. طبعا منظر المصارعه مكرر في اكثر من مقبره. حتى التخطيط المعماري للمقابر دي ما نقدرش نقول ان دي مقابر منحوته في الصخر. احنا ممكن نقول نص مبني ونص منحوت. ان احنا بندخل كده بنلاقي رودها او صاله فيها عمودين، بعد كده بنجد ممر بيؤدي الى صاله اخرى وفيها بئر للدفن او بئرين على حسب هو مثلا المتوفى هيدفن زوجته معاه او هيدفن حد من اولاده معاه في المقبره، زي مقبره اميني بني حسن. بالظبط كده. فبني حسن يعني حاجه طيب. عظيمه بجد. منطقه البرشا ان صح التعبير، البرشا مركز ملاوي صح كده؟ بالظبط. الشيخ عباده من الاماكن المهمه من اثارنا وتاريخنا المصري القديم. بالظبط كده. دي مكانين مختلفين. بالزبط. صح كده. هنا عايزين نوضح لان الامور متداخله. طيب فتعمل لنا توضيح. لا جميل حاضر. سؤال جميل. البرشا سميت بالبرشا نظرا لوجود دير البرشا في هذه المنطقه. البرشا طبعا بتمتلئ بالكنائس والاديره المسيحيه العظيمه. بس احنا بنتكلم في الجزء المصري القديم. البرشا فيها مقبره حكام الاقليم رقم 15 واقليم ون الارنب. اتدفن فيها جحوتي حتب. ده من اشهر حكام الاقاليم، نقدر نقول عليه اقطاعي وقتها. رغم ان في فتره الدوله الوسطى حاول حكام الاقاليم ان هم يحدوا سلطه حاول الملوك ان هم يحدوا سلطه حكام الاقاليم زي ما شايفين في الشاشه. ده احد المناظر، بس ده في بني حسن. ده في بني حسن اللي اتكلمنا. بالنسبه للبرشا في منظر لتمثال ضخم جدا بيسحبوا اكثر من 100 رجل، عدد ضخم من الرجال. ده برضه ابشه اللي في بني حسن برضه. بس انا بتكلم عن جحوتي حتب. جحوتي حتب في البرشا بقى. احنا بنتكلم ده اسمه ابشه اللي كان معروف، وده منظر المصارعه. المصارعه احنا دلوقتي بصدد الحديث عن البرشا. البرشا فيها منظر لتمثال ضخم بيسحبوا عدد من الرجال رابطينه بالحبال، وحد قدامه بيرش ميه عشان سهوله سحب التمثال. وعرفنا كيف كانت تقام التماثيل الضخمه داخل المقابر من خلال هذا المنظر. ازاي كانوا بيسحبوا التمثال، ازاي كانوا بيبنوا الاهرامات، بيرصوا الاحجار ازاي على الصقالات وبيبداوا يسحبوا الصقالات دي على الطريق. بالظبط. كل ما صنعوا ما فعلوا المصري القديم باستثناء التحنيط مدون ومكتوب. فالبرشا طبعا يعني ده يعتبر من اهم ليه باستثناء التحنيط؟ بصراحه مش عارف. سؤال بيلح عليا بقالي سنوات وسنوات. يعني ده موضوع بيخص العالم الاخر. احنا عارفين كل حاجه عن التحنيط وكل الطرق اللي كانت بتبذل للتحنيط، لكن سر الاسرار الماده نفسها اللي بتحفظ الجثمان مش عارفينها.
وده طبعا يعني يا ده رب سر نكتشفه الاسرار بالظبط. المصري القديم يعني. يعني توب سيكريت. طيب ننتقل لمكان اخر. لسه الشيخ عباده بقى. لسه بقى. ايوه الشيخ عباده اللي هي انطونيو بولس. انطونيو تمام. بولس. بولس يعني مدينه باللغه اليونانيه. وانطونيو هو انطونيوس. انطونيوس هو صديق الامبراطور هادريان. هادريان هو حاكم مصر او حاكم العالم، امبراطور روماني. وكان في رحله الى مصر، وكان معاه صديقه ضابط في الجيش اسمه انطونيو. فانطونيو مات او غرق في مصر، فعمل له مدينه تبجيلا واحتراما له. وقال ان المدينه دي انا هعملها عشان تحتضن الثقافه الهيلينيه، اي الثقافه اليونانيه. بتمتلئ الشيخ عباده كمان فيها مجموعه من المساجد، مجموعه من الاديره، وفيها اثار من عهد الملك رمسيس الثاني من الدوله الحديثه. كنبذه سريعه. طبعا احنا عايزين يعني نقول للمنيويه احنا عايزين نعرض لكم كل الاثار، لان انا فعلا بحب البلد دي قوي. فعشان كده بننتقل عايز اقول على كل حاجه يعني بننتقل على معلومه اخرى، على محور اخر، يعني مش بنحاول نطيل على منطقه واحده، لا بنتحرك يعني في كل المناطق. انا فاهمه. هضيف لحضرتك معلش. اتفضل. المنيا كمان انا عايز اقول ان يعني غير ان هي كاسلام ومسيحيه وديانه مصريه قديمه، المنيا يوم 18 مارس من كل عام بتحتفل بعيدها القومي، لان هم رجاله. هم قلب الصعيد، هم اللي انتصروا على الاحتلال البريطاني سنة 1919. هم بلد علي شعراوي صديق سعد باشا زغلول، وهم اللي وقفوا القطر وهاجموه القطر الانجليزي، وهم اللي حرقوا القطر بالجنود البريطانيين اللي كانوا موجودين جواه. بقياده كان في قائد وقتها كان رئيس تفتيش السجون اسمه بوب. انا طبعا مش متخصص في التاريخ الحديث والمعاصر، لكن لازم اتكلم في الموضوع ده. أو مرجعية. لازم اتكلم عن العيد القومي لمحافظه المنيا. فهم يعني ناس حاربت كل مستعمر على مدار العصور، ومفكرين دينيين رقم واحد. جميل جدا. ده يخلينا نروح لمنطقة تل العمارنة. تعتبر منطقة تل العمارنة مركزا لدعوة إخناتون، مظبوط، واحتوت أخناتون أخنتون. انطقها لي بقى بالمثل. النافع. ايوه. ان من اجل اتن اتون. جميل قوي. اخن اتن. وتل العمارنة انا شويه وهبتدي اتكلم مصري. هنعلم حضرتك. وتل العمارنة اخت اتون، اي افق اتون. بيقولوها كده، نسمعها في المسلسلات، اخيتا اتون. تعلموا معانا بقى مشاهدينا يعني ايه تدريجيا كده مع كل حلقه ان شاء الله هيبقى حتى عندنا النطق اللفظي اللغوي المصري القديم، تفرق كتير. طيب احنا عارفين ان هي محتويه على قصور ومقابر ومعابد، يعني ما شاء الله لا حصر لها. كلمنا بقى عن اخناتون. اخناتون ماشي. وعلاقته بتل العمر؟ هو مش علاقته بتل العمر، دي بلده بقى، دي عمل بلده فيها كل حاجه. ما سابش. اخناتون هو امون حطب. امون في سلام. تمام. الرابع هو ابن امون حطب الثالث. تمام. والدته هي الملكه تي، وزوجته هي الملكه نفر إيتي. مين الحلوه جايه؟ مين الجميله الجميلات فيهم؟ نفر إيتي. ايوه بالظبط. الحلوه جايه. ترجمه اسمها الحلوه جايه. عشان بنتلخبط بين تي وبين نفر. تي دي والده اخناتون. بالظبط. اخناتون عندما وصل الى سده الحكم قرر ان هو يلغي كل الدعوات الدينيه وكل المعبودات، ويدعو لعباده اله واحد احد، هو الاله اتون، هو قرص الشمس. ومثله بهيئه شمس بيتدلى منها الاذرع البشريه. نفر اهي هي معانا على الشاشه، اللي بينزل منها دي نفرتيتي، يعني الحلوه جايه. الحلوه جايه موجوده في متحف للاسف في برلين في المانيا، برضه هنتكلم عنها كمان شويه. نرجع لدعوه اتون. ده ايه ده بقى معانا؟ ده نفرتيتي اللي موجوده في مصر. هم كانوا تمثالين، واحد اتسرق راح برلين، واحد فضل عندنا في مصر. وهنحكي قصتهم كمان شويه. طيب. اخناتون لما دعا لعباده اله واحد احد فاختار بيئه طازجه، بيئه جديده لنشر الدعوه الاتونيه بعيدا عن كهنه امون. تمام. بعيدا عن طيبه، فاختار مكان بيتوسط مصر. احنا بنعتبر ان المنيا مش هنقول مش الصعيد الجواني زي ما بيقولوها، لا هي وسط مصر، تمام، او مصر الوسطى. اخناتون راح منطقه تل العمارنه وبدا ان هو يحدد المكان اللي هيعيش فيه ب 14 لوحه اسمها لوحات تل العمارنه، وبدا ان هو يدعو الى عباده اله واحد احد. اخذ معاه نفرتيتي اللي هي زوجته، وكان عنده 6 بنات رباهم في منطقه تل العمارنه. عمل قصور، قصر شمالي، قصر جنوبي، عمل مجموعه من المقابر لكبار رجال الدوله في عهده، حفر لنفسه مقبره هو وعيلته، لكن لم يتم الكشف عن اي جثمان داخلي. يعني ما عندناش دليل 100% ان هو اتدفن فيها، لكن هي مقبرته. وطبعا نشر الدعوه الاتونيه او فن تل العمارنه اللي هو فن واقعي. يعني مثلا عندنا مثال، نقش لبنته قاعده بتاكل بطه بايديها،
اول مره نشوف حاجه زي كده. الحياه الشخصيه لا تصور عند المصريين القدماء. اه بيظهر اخناتون قاعد وعلى حجره بالبلدي كده بنته، بنت من بناته، في له تمثال تاني هو قاعد وعلى حجره بنته بيبوسها من بقها. وده طبعا فن برضه ايه؟ فن واقعي. يعني قمه الواقعيه المحسوسه. نعم. كمان هو وزوجته بيدعوا لعباده اله واحد والاله اتون، قرص شمس يتدلى منه اذرع بشريه، كل ذراع بيمسك علامه العنخ، وكانه بيقول للعالم انا جاي لكم برساله سلام. انا جاي عشان ابعد عن استبداد كهنه امون لمستأثرين بالسلطه. كمان اخناتون بعد ما حدد المدينه عاش فيها فتره حوالي، يعني هو حكم حوالي 17 سنه في اغلب الاقاويل، وطبعا انجب من زوجته 6 بنات. يقال انه انجب من اخرى هي السيده كيا، انجب منها سمنخ كارع. كارع يعني رجع تاني ابنه لعباده المعبود رع وكفر بدعوه اتون. ربما وليس مؤكد ان توت عنخ امون اللي هو رع هنا الشمس. شمس طبعا. ما هي اتون برضه الشمس. خلاص انا بدات احفظ اهو معاك. اتون الشمس برضه بس ده شكل او ده وقت وده وقت تاني. بعد جه توت عنخ امون وكان اسمه توت عنخ اتون. بالظبط. كان في الحلقه اللي فاتت انا اتفرجت يعني على الرائع دكتور محمود الحصري. أيوة. يعني مش هتكلم بقى بعد كلامه عن توت عنخ امون. المهم ان الدعوه الاتونيه قضى عليها مين؟ حور محب فيما بعد، كان قائد عسكري ودعا لعباده الاله امون. نرجع لمنطقه تل عمرنه اللي كان فيها مجموعه من الاثار. هحكي لسيادتك قصه طريفه. سيده احد الفلاحات الجميلات المصريات في القرن الماضي وهي بتقلب في السباخ بالبلدي كده، فاكتشفت مجموعه من اللوحات. طبعا هي مش فاهمه حاجه، فلقت اللوحه. طبعا لما اللوحات دي اشتراها احد الافراد الالمان، وحاليا هي موجوده في متحف برلين في المانيا. اللوحات دي عرفت فيما بعد بلوحات تل العمرنه، اكثر من 300 لوحه مكتوب بالخط الاكادي او الخط الاكادي، اللغه المسماريه، بالخط المسماري سوري. والخط المسماري وقتها كان اللغه الدوليه زي الانجليش دلوقتي. وطبعا بتشتمل على حديث بقى ورسائل متبادله ما بين ملوك مصر زي الملك امنحتب الثالث والد اخناتون، والملك امنحتب الرابع اللي هو اخناتون، ورؤساء الدول او ملوك الدول في الوقت ده. يعني من ضمن الرسائل يا اخي ملك من ملوك اسيا يقول له يا اخي ارسل لي بعض الذهب فالذهب في مصر كالتراب. يعني انا كده خلصت الحديث. الذهب في مصر كالتراب. يعني انتوا عندكم هنا، وده طبعا دليل لما شفنا مقبره توت عنخ امون، المقبره الوحيده اللي وصلوا عليها كم؟ اغلبها مصنوع من الذهب. كانت اغلى ماده في مصر الفضه اللي ما كانتش موجوده، لكن الذهب كان موجود في مصر كتير. بثراء بتكشف لنا الرسائل دي كمان عن مجموعه من الجواسيس اللي كانوا عايشين في القصر الملكي. لان اخناتون لما دعا لعباده اله واحد احد اهمل الحياه السياسيه. يعني كان مستلم البلد كبيره ضخمه امبراطوريه، لكن للاسف اضاع الكثير من الحدود المصريه. كمان بتخبرنا عن شخص اسمه ربادي، شخص اسمه عابد شرطه، شخص اسمه عزيرو. دول كانوا ملوك الاموريين وملوك القدس اللي كانت بتتبع مصر في الوقت ده. يعني رساله اللي عملنا يعني يتعمل لها طبعا دراسه لوحدها، وفيها مجموعه من الرسائل، وبتشمل العديد من المكاتبات بين ملوك مصر، او بلاش نقول ملوك مصر، ملوك الامبراطوريه المصريه وقتها وملوك اسيا. نروح للحلوه جايه. الحلوه جايه ونشوفها فين هي، ويعني ليه هي خارج مصر؟ يعني حزين والله. يعني نفرتيتي. في موضوع سرقات الاثار قديما وحديثا انا بتالم من يعني كل حته في جسمي بتتالم في موضوع سرقه الاثار. كلنا بنتالم. في بورخارت راجل مهتم بالاثار، عالم الماني. الراجل ده جه مصر في عشرينات القرن الماضي، بدا يعمل حفائر في منطقه المنيا، وتحديدا في قريه الحج انديل اللي هي تل العمرنه. على فكره اسمها تل العمرنه كانت الاول اسمها بني عمران نسبه لقبيله عربيه سكنت المكان، لكن احنا رجعنا للاصل المصري. نرجع لمين؟ للحلوه جايه. الحلوه جايه تم الكشف عنها عن راسين، راس بالهيئه الملكيه اللي هي موجوده في برلين في المانيا، وراس للاسف غير مكتمله لبرضه نفرتيتي، والاثنين عثر عليهم في ورشه المسال او النحات المصري القديم تحتمس. كان بيجهز الراسين، كانت واحده انتهى من تصنيعها واخرى لسه ايه؟ بيجهزها. فالقصه خرجت ازاي للاثار دي؟ كان العرف المعروف وقتها او القانون السائد، القانون العرفي النص والنص. يعني عملنا حفاير مع دوله من اوروبا، فاللي بيطلع احنا بنقسمه نصين بشرط عدم خروج الماستر بيسز، والملوك لا. القطع الاساسيه او الرئيسيه بقى في طياته اللي هو بورخارت ده اصليه. القطع الاصليه او الملكيه لا. مش الاصليه، هما الاثنين اصليه. اللي خاصه بالرويال فاميلي لا. فهو اخفاها في طياته وقال لمفتش الاثار وقتها القطعه دي مش مهمه، انا اخلي لك انت المهمه، وضحك علينا
والقطعه اتعرضت طبعا، وداها بقى الزمالك في بيته، ومن الزمالك بقى راحت ايه؟ برلين في المانيا للاسف. طالبنا انتقلت مرارا بقى. وتكرارا باستردادها، لكن خرجت. لا حياه لمن تنادي، لان قانونيا مش حقنا نرجعها. في القانون مش حقنا. ليه مش قانون؟ لان الاعراف الدوليه والقوانين الدوليه قبل عام 83 ما كانش في قانون لحمايه الاثار، زي ما اتكلمت مع حضرتك في حلقه قبل كده عن دي الموضوع ده. القطعه اللي خرجت دي الملكيه القطعه بالشكل الموجوده طبعا في الشكل متحف الملكي برلين يعني. في المانيا. ده الشكل الملكي الجميل. دي طبعا بتعد او طبقا للنيويورك تايمز مصنفاها كافضل قطعه من 10 قطع في العالم، مش في تاريخ مصر، في تاريخ العالم. على فكره بيطلبوا مني ان انت ايه تتغزل في جمال لان مفيش احلى من تقول كده. ملامحها، يعني انت توصف بس الصوره يا جماعه خير تعبير عن ملامحها. محافظه المنيا، ده شعار محافظه المنيا بالظبط. مش يعني محتاجه العين كانت كلام. مطعمه وسقطت، بترتدي طبعا القلاده، ويعني هقول ايه، ده الصوره بتحكي نفسها. بالظبط. طيب الاشمونين صح كده؟ الاشمونين دي من اهم ايضا المواقع. يعني ايه الاشمونين؟ يعني رقم 8 بالهيروغليفي. 8 بالهيروغليفي. رقم 8 بالهيروغليفي. خيمينو. نكمل. جميل. طيب هي تعتبر من اهم المواقع الاثريه في المنيا غرب النيل. بالظبط. مظبوط. محتويه على اطلال كثيره وشواهد ومعابد اثريه. مهم ان احنا برضو نلقي الضوء عليها، اهميه المنطقه دي في تاريخ اجدادنا بقى المصريين القدماء. هنتكلم عن الاهميه الاول كديانه، لان الحضاره المصريه القديمه نشات عشان الديانه. الديانه هي السبب. قائمه على كلمه اشمونين مشتقه من خيمينو يعني 8. من ال8 ايه المقصود بيها؟ الى ما ترمز بقى؟ قصه طريفه كده خلي المشاهدين كده يركزوا معانا فيها. احنا عندنا 8 معبودات طبقا لمذهب اكيد مركزين، إذا كنت انا مركزه. 8 معبودات طبقا لنشأة الكون. هم بيقولوا ان في 4 مدن اتخلق منهم الكون في مصر. 4 نظريات لخلق الكون. احنا بنتكلم عن المنيا دلوقتي، الاشمونيين. بيقولوا ان في 8 اتحدوا مع بعض وخلقوا الكون. ايه ال8 دول بقى؟ حح وححت. كيك وكيكت. امن وامنت. موت وموتت. دول 4 ضفادع اتجوزوا 4 تعابين وخلقوا الكون. 4 ضفادع؟ 4 ضفادع اتجوزوا 4 تعابين. اتحدوا مع بعض وخلقوا الكون وسبحوا في المياه الازليه. ليه ضفادع وتعابين؟ لان المصري القديم بيعتقد ان الكون اتخلق من الميه. فالضفادع والتعابين، ضفادع قدرة على الاخصاب وبتعيش في الميه مع التعابين. فاتخلق الكون من المذهب ده. كمان الاشمونيين هي مركز عباده اله الكتاب. التعابين برضه عشان موجوده بطبيعه الحال وعايشين في المنيا، في صحراء المنيا. كمان هي مركز لعباده المعبود جحوتي اللي هو رب الكلمه ورب الحكمه. اللغه المصريه القديمه عندنا اللي الفها والرب بتاعها هو المعبود جحوتي. شعار جامعه القاهره معبود جحوتي. معبود جحوتي هو محامي المتوفى في العالم الاخر، هو اللي بيسجل الاحكام بتاعه المتوفى. معبود جحوتي في بعض الاساطير بيعتبر ابنا من ابناء المعبود اوزي اللي هو طبعا رب العالم الاخر واللي بيجسده المتوفى. الاشمونيين كمان مركز عباده جحوتي اللي هو القرد الكبير. وطبعا كمان في هناك بقايا معبد او اطلال العديد من المعابد زي معبد امون حتب الثاني وامون حتب الثالث من عصر الدوله الحديثه، والعديد من الاثار الخاصه بالملك رمسيس الثاني. فالاشمونيين قصه كبيره وحكايه لكن ليها ارضيه يعني موثقه على نحو ما تحدثت طبعا عنه. ده مكتوب كله في يعني البرديات. مش لا ده مش اراء. مش اراء. الكون اتخلق من الاشمونيين في المنيا. احد النظريات. جميل. منطقة تونا الجبل من المناطق اللي بتعتبر برضو يعني جبانة متميزة، برضو مركز ملاوي غرب النيل بالظبط، فريدة من نوعها. بيقولوا بقى في سراديب كده مشاهدينا مقدسة يعني زي سقارة موجودة كده. وأيضا على مستوى المقابر أيضا. تقول لنا إيه؟ موضوع كبير. موضوع كبير عايزين نتكلم عنها برضو. منيا مليانة جدا. أنا ما جبتش حاجة، أنا يعني اللي هتكلم عنه ده 10% من المنيا بالظبط. ده كفايه الاديره اللي في المنيا والمساجد بس. يعني احنا محتاجين حد متخصص في الاثار الاسلاميه يتكلم عن اثار المنيا الاسلاميه. يعني هو مش تخصصي طبعا. ايوه. بالنسبه احنا قلنا ايه؟ تونا الجبل. اكيد تونا بقى. بس مش التونه بتاعتنا، مش التونه اللي بناكلها. لا خالص. تونا مشتقه من طاحني. ديفينيت ارتيكل معرفه بمعنى وحنيه عن البحيره. اذا المنطقه دي لم تكن قديما منطقه صحراويه، مع ان هنا مذكوره تونا الجبل. بتدي اشاره يعني البحيره. والجبل لما العرب دخلوا المكان لقوه جبل، فاخذوا الاسم المصري القديم مع الاسم الموجود حاليا ربطوه عملوا فسموها تونا الجبل. كان اسمها طاونس كمان بنفس المعنى. تونا الجبل فيها الساقيه الروماني اللي كان الامبراطور عاملها عشان يشرب منها المصريين وقتها،
ويروا المزارع بتاعتهم. تونة الجبل فيها كمان السراديب بتاعت جحوتي، سراديب تحت الارض بعمق كبير جدا، فيها اكفان واجساد ومومياوات محنطه للمعبود جحوتي رب الحكم. مصر القديم لما بيحب معبود معين بيحنطه، زي مثلا القطط في تل بسطه، زي الكباش مثلا عندنا في الدقهليه في تل الربع. فكمان عندنا مقبره ايزادورا قلت لحضرتك عليها من شويه، اللي هي كانت بتحب شخص ووالدها قال لها انت مش هتتجوزيه، فعبرت النيل عبرت فغرقت، فتعمل لها عمل لها مقام. مش تاج محل بقى اقدم مننا والكلام اللي بيتقال ده، احنا اقدم بكتير اهو، احنا اقدم بكتير بالاف. في عندنا كمان مقبره فريده من نوعها ما اتكررتش في مصر القديم، اسمها مقبره بيتوزيروس. بيتوزيروس وطالما قلت زيروس بمعنى يبقى ده باليوناني صح؟ بالظبط. لا احنا هنرجع للاصل المصري. بادي اوزير يعني مصري عطية قديم. اوزير. طب خلاص مقبره واحد اسمه عطيه مصري اوزير قديم طبعا صرف. عطيه اوزير عطيه في اكتر من كده، عطيه اوزير منحه او عطية. منحه او هديه اوزير. المقبره ايه الجديد فيها عن المقابر الثانيه؟ طبعا في مقابر كتير جدا، بس انا بتكلم عن كنموذج. تدخلي حضرتك المقبره تحسيها معبد، تلاقي المتوفى لابس ملابس فارسيه وقدامه اكل مصري ومناظر مصريه قديمه ويونانيه رومانيه. يبقى اذا المقبره بتجمع ما بين كام عصر؟ يوناني روماني، لا عده عصور، مصري فارسي. واواخر المقبره اللي يقول من نهايه 27 واللي يقول من نهايه الاسره 30، مش مهم. المهم ان الارض دي احتضنت الثلاث حضارات. كمان عايز اضيف لحضرتك في حاجه كمان لو تسمحي لي اتكلم عنها، حاجه مهمه. في كمان عندنا البهنسه. ايوه البهنسه لازم اتكلم عنها. بهاء النساء ملهاش اصل مصري قديم، مش لاقيه. بهاء النساء، ولكن المعني بيها هنا بقى هتكلم عنها بقى كمكان عشان نوضح. البهنسه في غرب النيل، بهاء النساء. ايه بهاء النساء او البهنسه؟ البهنسه دي مكان لما جه الفتح العربي الاسلامي بقياده عمرو بن العاص ودخلوا المكان ده، لقوا مقاومه شعبيه صعبه جدا من الرومان والموجودين في الوقت ده، رغم ان المصريين الوطنيين وقتها رحبوا بالفتح العربي الاسلامي بسبب طبعا الاضطهاد الروماني للمصريين وقتها. القصه بتحكي ان هم دخلوا لقوا سور ضخم، المسلمين لقوا سور ضخم عظيم جدا، فحاولوا ان هم يقتحموا السور، سقط من المسلمين كتير جدا. لك ان تتخيل حضرتك ان بيطلق عليها البقيع الثاني، البقيع الثاني. الاماكن دي مهمشه محدش بيسمع عنها، فاحنا ودي فرصه ان احنا طبعا ندي اشاره، الحاجات اللي ما حدش يعرفها لازم نتكلم عنها. فالبقيع الثاني ده احتضن جسامين شهداء الاسلام وقتها. كمان البهنسه من الاماكن اللي فيها العديد من الاديره، يعني بتجمع الحضاره الاسلاميه والحضاره القبطيه. كمان في يعني صمنلوط مثلا، مركز صمنلوط بيحتضن دير العذراء مريم، اللي هو طبعا معروف باسم جبل الطير، وبيحكي قصه استشهاد العديد من المسيحيين. فرصه كلمني عن صمنلوط. برضه هو ما عنديش تفسير لاسمها. هو يعني هكذا على هذا النحو. هو مش كل الاسماء على فكره لها اصل. ما احنا عندنا المنصوره اسم حديث. لا دي من الاسماء الحديثه. القاهره قاهي رع، يعني القرين او الروح بتاعه المعبود رع. الجيزه اتكلمنا عنها قبل كده في حلقه سابقه، اسم عربي اجتياز. فمش كل الاسماء ولها اصل مصري قديم. في رحله العائله المقدسه السيده العذراء مريم استظلت بشجره مثلما استظلت بشجره في المطريه في عين شمس، فعندهم كمان الشجره المقدسه، عندهم كمان بئر مقدس، عندهم كمان حاجه مهمه جدا اقول لحضرتك عليها، حاجه برضو مش معروفه خالص. منطقه الشيخ عباده في المنيا اتولد فيها السيده ماريا القبطيه، زوجة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وأفضل برضه من المعلومات اللي ما حدش بيتكلم عنها. فيعني هقول ايه تاني عن المنيا؟ المنيا اسلام، مسيحيه، ديانه مصريه قديمه، عروس النيل. والله العظيم حضرتك لو نزلت المنيا، يعني انا ما نزلتش مثلا من 2004 من زمان، داخل في 20 سنه ما نزلتهاش، بس فعلا انا حبيت البلد دي جدا. المنيا كمان فيها متحفين، يعني ما دام قلنا متحفين بقى يبقى هنروح سويا ونعرف مشاهدينا ونلقي الضوء مشاهدينا الكرام على قطاع المتاحف في وزاره اروقه بقى، وزاره السياحه والاثار، وقد ايه انا عارفه في جهد مبذول كبير عشان يحصل نهوض، بيسابقوا الزمن بالظبط، عشان يحصل نهوض بالسياحه دكتور حسام في المنيا تحديدا. وتعتبر المنيا من المحافظات المشهود لها ان هي
المنيا زي ما حضرتك أشرت حالا منذ قليل إنها بتمتلك متحفين. فنتكلم بقى عن المتاحف. احنا اتكلمنا منذ قليل كده، ادينا خلفية سريعة، ونقول بقى دور الوزارة هنا في تنمية الحركة السياحية داخل المنيا. من عينيا الاثنين حاضر، بس انا عايز اوجه رساله لاهل المنيا. والله العظيم انا عايز اتكلم اكتر من كده عن المنيا. لا المنيا فعلا تستاهل اكتر من كده. لا اتفضل. بس الوقت، هي المشكله في الوقت. لا اتفضل، لسه لو قدامنا جينا وقت. نتكلم عن متحفي المنيا، سنة 1963 تقريبا دعا السيد الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر لإنشاء متحف في منطقة ملاوي. اشمعنى اختار ملاوي؟ إن ملاوي زي ما قلت لحضرتك من شوية تحتضن تونة الجبل والأشمونين ومهد الحضارة المصرية القديمة. المتحف اتبنى واتفتح، وجه جماعة الإرهابيين 2013 ودمروا المتحف وسرقوا حوالي 900 قطعة من المتحف، أغلب القطع الأثرية. متحف وزارة الآثار يعني عايزين نوجه لهم بجد، والله مش كوني مفتش اثار، والله انا ما بمتدحش حد، لا كونك شاهد عيان على انت شايف بنفسك. الناس دي فعلا قطاع المتاحف فعلا بيشتغلوا بكل طاقه، بيسابقوا الايام. قطاع المتاحف افتتح المتحف ده تاني رغم ان هو كان لسه مره اخرى 2011 مع حركه يناير او ثوره يناير حصلت المشاكل في 2011. تمام. المتحف اتبهدل. 2013 فتحوا المتحف بعدها طبعا. 2013 ارهاب. 2016 الافتتاح العظيم تاني للمتحف، ويعني حاجه جميله جدا، فخر فعلا. طبعا هو مش ده كان الافتتاح مش في الأكبر مدينه المنيا يعني في مركز ملاوي، مش في العاصمه نفسها بتاعه المحافظه، بس بيحوي بقى العديد من التماثيل خاصه باخناتون والعيله الملكيه، وفي ايقونه السيده العذراء، وفي اثار فريده من نوعها مش موجوده في اي مكان تاني في مصر. فده بالنسبه لمتحف ملاوي. بالنسبه لمتحف اخناتون او بنسميه متحف العمارنه في المنيا نفسها، في مدينه المنيا. يعني انا عايز اقول لحضرتك، انا قبل ما اجي الحلقه انا تواصلت مع الدكتور احمد اللي هو مدير المتحف. انا معلومه لما اجي اتكلم في حاجه لازم اسال صاحبها المسؤول عنها. فمع الدكتور احمد حميد انا سالته على المتحف، فقال لي ان احنا بنعمل على قدم وساق طبعا للانتهاء من المتحف. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موجه كمان كل جهوده وكل طاقته، وموفر طبعا تكلفه كبيره جدا للمتحف عشان يبقى متحف اخناتون هيبقى تاني اكبر متحف في مصر بعد متحف الحضاره على فكره. يعني هو كمان بعد المتحف الكبير. يعني متحف اخناتون ده صرح عظيم جدا. حتى من فتره كانوا عاملين استنساخ لحجر رشيد. من فتره كانوا بيعملوا مجموعه من المعارض برضه لتنميه الوعي الاسهل بس. والمتحف كمان بالمناسبه بياخد شكل التل الازلي وبياخد شكل الهرم اللي اتخلق منه الكون. نعم. المتحف ده بدا انشاؤه في عام 2003، وللاسف بقى كل فتره بيحصل حاجه في البلد يعني ايه الانشاءات ما بتتمش، لكن هم بصدد الانتهاء يعني هذا العام او العام القادم من الانتهاء من كل شيء في المتحف. وهيبقى ويعني انا وعد حضرتك ان هيبقى صرح فعلا، صرح علمي كبير جدا يشرف المنيا واهل المنيا. جميل قوي. وخصوصا ان مدير المتحف من سكان المنيا، من اهل المنيا. فهيعمل طبعا يعني حاجه جميله جدا. مهمة قوي. ما اقدرش اختم لقائي معاك الا لما نلقي الضوء بشيء من التفصيل وكوب 27 وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتغيرات اللي احنا شايفينها في الأجواء الخاصة، ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضا على المستوى العالمي ككل. هل نجاح المؤتمر أيضا هكذا على هذا النحو ينعش السياحة؟ بكل اختصار 198 دولة من رؤساء وحكام وأمراء للعالم موجودين دلوقتي في شرم الشيخ. يعني إيه؟ ده معناه إيه؟ معناه بنقول لكم شرم الشيخ ومصر دولة آمنة. بالظبط. بكل اختصار. بكل اختصار. شعار الكوب 27 أصلا عبارة عن الشمس نازل منها أزرع البشرية اللي ماسكة العنخ اللي هي رمز أخناتون. تمام؟ فده معناه إيه؟ السلام. مصر هي السلام. لما دولة أكبر دليل وخير تعبير. احنا أكبر دولة في العالم. نعم. مصر دي أكبر دولة في العالم. لما دولة بالقوة دي والجمال ده والأمن ده والسلام ده، طبيعي احنا بندي رسالة للعالم بنقول لهم احنا اللي هنحل لكم مشاكل بتاعة المناخ. نعم احنا بنساعد. بس لما الدول دي كلها تيجي مصر، وطبعا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكورا يعني بوجه له كل التحية بجد. يعني شغال في كل حاجة بيشتغل فيها على كافة يعني الأصعدة. ربنا يديله الصحة بجد. فده رسالة للعالم. مصر السلام، مصر الأمان. حتبوه كمت باللغة المصرية القديمة. الله. حتبوه كمت يعني مصر السلام. حتبوه كمت. كمت مصر السلام او حتبوه كمت انها مصر السلام.
احنا بنناقش ايه في التغيرات المناخيه؟ مين اول واحد ناقش التغيرات المناخيه؟ زي ما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيناقشها دلوقتي. كان في قبليه ملوك مصر، كان عندنا العديد من الملوك، نعم. كان عندنا العديد من الامراء، يعني اذكر منهم خعرمواس ابن الملك رمسيس الثاني، لما لقى ان هرم جد جد جده اللي هو الملك ونيس او اناس في سقاره بدا يقع منه بعض الاجزاء او بدا يتدمر، فبدا ان هو يعملوا ترميم. طب هو اتدمر ليه؟ بسبب التغيرات المناخيه. الثوره الاجتماعيه حصلت في مصر في نهايه الاسره السادسه بسبب ايه؟ بسبب الرئيس، التغير المناخي والتصحر. نعم. عندنا احتباس حراري دلوقتي، عندنا مشاكل كتيره جدا. انا شفت الحلقه بتاعت، كان في باحث اثري هنا الحلقه اللي فاتت اسمه محمد حماده، ما شاء الله عليه ممتاز جدا. شاب صاعد واد بس من ما شاء الله المنصورة. ثري لا استمتعت انا استمتعت بالحلقه. فاتكلم مع حضرتك برضه عن التغيرات المناخيه، كنت مبسوط جدا ما شاء الله عليها. انا احيي الشباب، وطبعا الاستاذه هاله كمان اللي كانت موجوده قبلي، ما شاء الله عليهم يعني. انا بفرح طبعا كلها ايه؟ ما دي توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اكيد ان الشباب يظهر، الشباب يشتغل، احنا نستعين فرصة. بيهم ومعاهم ياخدوا فرصتهم بالظبط، لان هو الجيل احنا والقوه القادمه. هنسلم لسه صغير يعني، بس احنا هنسلم لمين بعد كده؟ ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك يا فندم. احنا لسه قدامنا وقت شويه، ايه رايك انت نفسك كنت تتكلم تاني عن المنيا؟ عايز تقول ايه؟ اتكلم عن المنيا بقى بكل حاجه بقى. قول. طبعا من هذا المكان العظيم انا طبعا بتمنى لشعب المنيا ان هو يتحط على خريطه السياحه، دي اهم حاجه. يعني نعمل خط سير للسياحه في منطقه المنيا، ويبداوا يزوروا. يعني انا حضرتك اهوت لو انا رايح المنيا دلوقتي هدخل مدينه المنيا ان شاء الله بعد افتتاح المتحف، هزور اول حاجه. يعني لو انا هقول انا مرشد سياحي مثلا دلوقتي، هدخل اول حاجه لمتحف اخناتون ان شاء الله بعد افتتاحه. بعد كده هتوجه الى منطقه المنيا بقى، الى منطقه سوري، هاخد ملاوي، هاخد في منطقه ملاوي الغرب، غرب النيل، تمام. يعني هجبل زي ما بيقولوها يعني. هزور المتحف بتاع ملاوي، وهزور طبعا منطقه الاشمونين، هتمتع بالحضاره المصريه القديمه في المكان ده. بعد كده هتوجه الناحيه الثانيه شرق النيل الى منطقه ابو قرقاص، هزور مقابر بني حسن زي ما اتكلمنا عنها. بعد كده هتوجه الى مركز دير مواس، دير مواس، انا مش عارف المنطقه صح ولا غلط. دير مواس. هزور قريه الحاج قنديل اللي هي منطقه تل العمارنه، وهبدا ان انا اتمتع بمقابر اخناتون. وعلى فكره انا عايز اضيف لحضرتك حاجه. اغلب المقابر الخاصه بالحكام اللي عاشوا ايام اخناتون او رجال دولته اغلبها تم تحطيمه وتم انتهاكه. بسبب ايه؟ طبعا ان هم بعد كده رجعوا سابوا الدعوه الاتونيه ودعوا طبعا لعباده، هي دعوه التوحيد اللي كانوا ما نفعتش مع الكهنه. الكهنه دايما هم اللي بيسيطروا على السلطه، وهم اهل السياسه في مصر عشان الاقطاعات. هو الكاهن هنا مش مهم بالنسبه له العباده، وقتها كان اهم حاجه بالنسبه له السيطره على الاولويه الدوله. بدليل ان وقتها قائد عسكري حر محب وصل لسده الحكم. انا بشبه حر محب بسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني اثنين قاده عسكريين، حر محب، حر حورس في حب عيد. ويعني اعتقد انه سمى، يعني ده مش اسمه، هو سمى نفسه بالاسم ده بعد ما قضى على المشاكل السياسيه والدينيه اللي سببها دعوه اخناتون. دعوه اخناتون مش وحشه، مش سيئه، لكن وقتها هو دعا لعباده اله واحد، قفل معابد كتير، دمر اثار، فساب الدوله تضيع زي ما كان عندنا ناس قبل كده دمرونا. فنفس الكلام بالنسبه، كان تركيز في جبهه بعينها بالزبط. كانت على الدين بس، الدين فقط، على حساب على حسب الحياه الخاصه والحياه العامه على الأصعدة الاخرى بالزبط. يعني فلما جه القائد حر محب طبعا عمل تشريعات، بدا ان هو يعذب الضباط اللي هم طبعا مرتشين. بدا يعني مثلا سن مجموعه من التشريعات والقوانين، منع دخول الضباط مثلا او اي حد مرتشي، منع ان هو يدخل بيوته ويفتشها. بدا ان هو يعمل احكام تخص الشعب المصري في صالحه، بدا يخفض الضرائب على المصريين. انا بشبه نفس القائد العسكري الحر محب عمله بجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو من خلفيه عسكريه، لكن رغم كده هو رئيس مدني، الشعب كله انتخبه، الناس كلها بتدعو طبعا للحب والسلام، في حاله جسر تواصل قدام العالم يا فندم. رئيس له هيبه، رئيس له هيبه، ده حقيقي. فطبعا يعني هو، يعني اقول لحضرتك على حاجه كمان، هو مؤسس مصر الحديثه مثلما اسس حر محب مصر القديم. الله عليك. فيعني ده احلى كلام يعني نخلص. انا عايز اقول اكتر من كده والله. احلى كلام نختم بيه، يعني زي حور محب مؤسس مصر القديمه، فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسس مصر الحديثه. المصريين دلوقتي، المصريين بيدفعوا ضريبه لعصور قديمه.
تراكمات قديمه مش تراكمات حديثه. لمحاولة تدارك بالظبط. الأمر على النحو الأفضل لما هو آتي لأولادنا وولاد شاء الله. ولادنا إن شاء إن شاء الله الله. على خير يا رب العالمين. أودي للست كل التحيه اتفضل. والبرنامج. وكلنا بنوجه كل يلا. التحية. كل التحية والتقدير والشكر مشاهدينا الكرام لضيفي اللي نورنا ونور برنامجنا الإعلامي نورت مصر، الدكتور حسام عبد الفتاح، مفتش الآثار المصرية وعضو المجلس الدولي للمتاحف. شكرا ليك ونورت مصر. حضرتك اللي منوره دايما يا فندم. شكرا بنورك لحضرتك يا الساده المشاهدين. يا يا رب. رب اكون كنت ضيف خفيف. إن شاء الله أكيد. حياتي. مشاهدينا الكرام، كنتم معنا وكنا معكم في أجواء ثقافية سياحية أثرية. في اللقاء السابق كان من قلب وعمق محافظة كفر الشيخ، وحاليا كان في قلب عروس الصعيد، عروس النيل المنيا. دايما على وعد بلقاءات وموضوعات ومناطق وكنوز مصرية ثرية أصيلة معاكم. دمتم في رعاية الله. لكم مني كل التحية، دكتورة عبير عبد الله.